صحيح الفلوس باهية أما ميسالش، خلينا نشوف الحاجات الباهية في قلتها. أهم حاجة هي إنه حد ما هو باش ينافقك، على خاطر أصلا أنت ما فيكش طميعة. معناها كون متأكد اللي العباد اللي تخالط فيك بالحق هما بالحق يحبوك وما يستناو منك في حتى شيء، على عكس العباد اللي عندها فلوس تلقاه دايرين به برشا أما حد ما يحبه، نهار اللي توفى الفلوس يتلفت ما يلقى حد. الفقر يلز العباد باش تتعاون مع بعضها، هذاك علاش بشكل عام في المناطق الشعبية تلقى الجيران قراب برشا لبعضهم والناس الكل ديارها محلولة لبعضها، على عكس المناطق الراقية اللي معظم الأوقات تلقى الجيران ما يعرفوش بعضهم أصلا. العلاقات الإنسانية زادت تكون أبسط برشا لأنه الفقر يعلم البساطة والتواضع، خاطر عاد كان يكون فقير ومش متواضع وقتها يولي اسمها فقر وفرعنة. الفقر زاد يشجع على الطموح ويعتبر أقوى دافع للنجاح والإبداع، بدليل أنه معظم المشاهير في العالم في المجالات الكل كانوا في مستوى مادي متواضع. تتعلم زادة قيمة أبسط الحاجات، هذاك علاش فرحة الفقير أسهل برشا من فرحة الغني. مانيش قاعد نقولك إنه الفقر باهي، أما قاعد نقولك إنه مهما كانت حالتك المادية مادامك عايش وتتنفس ديما لوج على الإيجابيات.